السلام عليكم ورحمة الله. معكم المستشار محمد الحسيني من قناة الميزان الذهبي، وكلمكم النهاردة عن الفنان أحمد مظهر وسر اكتشاف ميرفت أمين. الفنانة ميرفت أمين اكتشفها الفنان أحمد مظهر وقدمها للسينما عام 68، حيث اشتركت معه في فيلم نفوس حائرة، ومن هنا انطلقت العالم النجومية، وشاركت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بطولة فيلم أبي فوق الشجرة لتنطلق إلى عالم النجومية. والحقيقة أن الفنانة ميرفت أمين والفنانة نجلاء فتحي ظهروا في نهاية الستينيات. نجلاء فتحي اكتشفها العندليب الأسمر، وميرفت أمين اكتشفها أحمد مظهر، والنجمتين أيقونات جمال ويمثلوا حالة استثنائية في عالم السينما، نجلاء كنجمة وميرفت كأنثى، وظلت كل منهما تدين بالفضل لمكتشفها. فالفنانة ميرفت أمين حرصت في كثير من اللقاءات التلفزيونية والصحفية أنها تدين بالفضل للفنان أحمد مظهر، وكانت تزور في منزله عرفانا بجميله عليها وامتنانا له بذلك. والمعروف أن زوجة أحمد مظهر غيورة ومسيطرة، وسبق لها أن طردت مريم فخر الدين من منزلها عند زيارتها لأحمد مظهر عندما كان مريضا، واتهمتها أنها تزوجته في السر، وهو نفس الوضع الذي كانت تفعله مع أي فنانة جميلة تزور أحمد مظهر. لذلك عندما تكررت زيارة ميرفت أمين لأحمد مظهر وجلوسها مع أسرته وبناته التوأم إيمان وريهام، فإن ذلك أثار غيرة زوجته وبدأت تعاملها بطريقة غير لائقة، فخشيت ميرفت أمين أن تفعل معها ما فعلته مع الفنانة مريم فخر الدين، فامتنعت ميرفت أمين عن زيارة أحمد مظهر في منزله، واكتفت بالاطمئنان عليه تلفونيا. والمعروف لدى الجميع أن الفنان أحمد مظهر قضى سنواته الأخيرة منبوذا ومهمشا من أسرته وخاصة زوجته، لدرجة أنهم رفعوا قضايا حجر عليه وعلى ممتلكاته، حيث كان يمتلك 30 فدان من أجود الأراضي، وذلك خوفا من زواجه من أي فنانة أخرى. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد.